السلام عليكم. يا أخي كي تغيب الرواية الرسمية تظهر الحسابات أصحاب النفوذ الضيقة وترويج الإشاعات، وكذلك الحسابات المزيفة والحسابات الأعداء كل تظهر في هذه الأثناء وتروج الإشاعات وتهدر كما تبغي هي. كيما هذا إيدي كوهين هذا، واش قال لك؟ قال لك الجزائر على كف عفريت، وبعدين قال لك يعني سوف يراه انقلاب عسكري في الجزائر، وحسابات تاع مملكة بوسبير كذلك يعني يروجوا الأخبار كاذبة وأخبار زائفة. هذا كل علاه لأنه الرواية الرسمية لم تظهر إلى حد الساعة. كما هضرنا في الفيديو البارح وقلنا نستناو الرواية الرسمية ومن بعدين نهضروا على ما صرا في مدينة وهران، لكن إلى الحد الساعة ما خرج أي تصريح أو بيان صحفي من الجهات الرسمية تقول لك واش صرا. لكن الأقرب إلى الحقيقة أنه عسكري كان في فترة نقاهة بسيكاتر، يعني كان في وضعية نفسية مش مليحة، عطاو له فترة نقاهة، جاء إلى الثكنة هذيك والناس يعرفوه، دخل إلى الثكنة لقى سلاح مولاه، خلاه هز السلاح هذاك وتيرا على بعض زملائه تما، وبعدين خرج بالسلاح هذاك، خرج برا وبقى يتيري عشوائيا كيما هكذا. تم السيطرة على الوضع وصفاو هذاك الإنسان باش يحدوا من الخطر تاعو. باسكو هذه هي الرواية الأقرب، وهذه تكون لأني أنا واحد ناس عشت ولا كنت شاهد على حادثة صارت كيما هكذا في 2003 رسك. يعني تاني كيف واحد كان مريض عقليا كيما هكذا عسكري في الثكنة هذيك، وبعدين في 4 تاع الصباح خرج من العياده لانه كان تحت المراقبه، ما فاقوش به الفرامل هذوك، وخرج مشى للبوست بوليس ومن ثم لقى كلاشينكوف هزها وتيرا طلقتين في الهواء في السماء. الناس كل الناس تجري ذاك الوقت، فرقه الطوارئ ولا كارد وكل شيء هذاك. كي عرفوه انه مسلح كل شيء، ما بغاوش يطيروا عليه، لكن هو هز السلاح تاعو ومشى من جهه الكوزينه، تما كاين فرقاوه كبار دخل بيناتهم وقعد يستنى، ما كاش اللي قرب له، بقاو يحاولوا انه يهدوه، لكن خرج وتيره في السماء. كيف ما ردوش عليه لانه كانت عندهم حكمه وكانوا رزينين شويه الجماعه تما. في الاخر مطاف حط السلاح لهنا وقرص على روحه وانتحر. يعني هذه الحادثه صرات كنت شاهد فيها كما هكذا في 2003. كي سمعت الروايه تاع هذه الاخرى يعني صافي بريسك قول امنتها الروايه هذه الاقرب للحقيقه، لكن توجور نستناو البيان الرسمي من الجهات المسؤوله، هي اللي راح تقولنا واش صرا اكزاكتومون، لانه هذه ما صراش في الداخل في الثكنه وانما خرجت الى المدنيين، وكان في يعني شاف الناس كل كانت هزه الكاميرات وهزه البورتابل وتصورت الحادثه اللي صرات. هذا ما كان، وتهلاو في رواحكم. السلام عليكم.